السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد عليكم يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقة مميزة جدا واحترافية وكمان سهلة، فيها تريكات بسيطة هتفرق معاكي قوي قوي في الطعم، سواء لحبايبنا الحلوين اللي لسه لأول مرة يدخلوا المطبخ. ان شاء الله هتعملي معايا الوصفة دي وهتطلع معاكي ناجحة مليون في المية بإذن الله. الرز بلبن اللهم بارك، شكله حلو قوي، طعمه لذيذ، السكر بتاعه مظبوط، كل التريكات والتفاصيل، كل اللي انت محتاجه ان انت تعرفيه عن الرز بلبن هقوله لك النهارده. هقول لك ازاي يطلع متماسك معاكي، ازاي يطلع القوام بتاعه مظبوط، ازاي الوش بتاعه يطلع مكرمش معاكي زي محلات الحلواني. هقول لك كل التفاصيل الخاصه بالوصفه بتاع النهارده، زي ما احنا متعودين مع بعض في كل فيديو ان انا بديكي كل حاجه خاصه بالوصفه وبقولها لك بالتفصيل. تعالوا كده بينا نسمي الله ونبدا. وقبل اي حاجه لايك للفيديو بتاع النهارده واشتراك في القناه. معايا كوبايه رز حوالي 200 جرام بس لحد الكوبايه كده، وهنسيب مسافه لحد الايد وهنشتغل فيه. الرز بتاعنا بلدي، هنغسله غسله بسيطه. بس قبل اي حاجه هنحاول ان احنا ندور في الرز لو في طنايه او في اي حاجه، يعني بمعنى اصح ان ايه، هنغسله غسله واحده بس علشان ما ننزلش كل النشا اللي موجود في الرز. احنا عايزين يكون فيه كميه نشا بسيطه. تمام كده، هننزل في الحله بتاعتنا، ويفضل ان انت تستخدمي حله ألمونيوم علشان الرز ما يلزقش فيها من تحت. تمام كده، هنزل الاول بنص كيلو ميه، يعني 3 كوبايات ونص، علشان انا هكمل الباقي لبن او حليب. حد هيقول لي ممكن استخدم اللبن في الاول واستغنى عن كميه الميه. هقولك مش يفضل قوي، لان هياخد معاكي وقت طويل قوي في السوى، لان الرز مش بيشرب اللبن بسهوله زي ما يكون في الاول ان انت تضيفي ميه وبعدين تضيفي لبن. كده بنختبر الرز بتاعنا كده لقيناه تمام. الحبايه بقت خلاص بتتهرس في ايديا بكل سهوله. هنزل معايا لتر ونص لبن حليب كامل الدسم، مش مغلي، بارد خالص، ساقع. هنزل على الرز بتاعنا، هنزل الاول بكيلو وبعدين هبدأ انزل بالنص كيلو تدريجيا، وهشيل كوباية على جنب. خطوة سهلة. معايا 40 جرام كريم شانتيه، معايا نص كوباية لبن، هنزل بهم الاتنين على بعض وابدأ ان انا امزجهم كويس قوي بحيث ان ما يكونش متكتل معايا. لما اجي انزل على الرز يكون الخليط بتاعي سايل. هركن الكوباية دي على جنب، وكمان معايا 30 جرام نشا، وكمان نص كوباية لبن 100 جرام، يعني كده معايا اللبن 200 جرام على نصين 100 و100. هنزل بالنشا بتاعي وابدأ برضك ان انا اعمل نفس اللي انا عملته في الكريم شانتيه، ادوب النشا كله بحيث ان الكوبايات بتاعتي تكون سايله، وهركنهم على جنب. كده الرز بتاعي بدأ يغلي باللبن، سبته بس اول الغليان 4 دقايق، وهبدأ ان انا اظبط السكر بتاعي، وده حسب الرغبه او حسب اللي انت محتاجاه. الرز بتاعي رز اسفه، السكر بتاعي سكر تموين عادي. ممكن تستخدمي اي نوع سكر ابيض بودر، بس انا بستخدم تموين عادي وبيطلع معايا زي الفل. هبدأ ان انا ادوب السكر بتاعه كله. هنزل بقى تدريجيا بكوباية الكريم شانتيه، وهقلب واسيبه 4 دقايق بالظبط لحد ما المكونات تتجانس مع بعضها الكريم شانتيه. ودي اول خطوة بنبدأها. هنخش على الخطوة التانية ودي اختيارية بالنسبة ليكي. معايا 3 معالق كبار قشطة، يعني حوالي 50 جرام. دي قشطة بلدي بتاعت وش اللبن برضك، وزي ما قلتلك دي اختيارية بالنسبة ليكي، متوفرة تمام، مش متوفرة خلاص استغنى عن الخطوة دي. هندوبها لان انا قلتلك في الاول ان اللبن بتاعي كامل الدسم، فحابه ان انت تستغنى عن الخطوه دي ما في تمام. بس انا بحب اطعم بزياده. النشا بتاعي برضك هقلبه تقليب علشان لو في حاجه اترسبت في الكوبايه، وهنزل تدريجيا وانا بقلب علشان النشا ما يعملش تكتلات ويكون قوامها كريمي زي ما انتوا شايفين. هقلب حوالي 4 دقايق او 3 دقايق بالكتير، والنار بتاعي اعلى حاجه. وزي ما قلتلك يفضل ان انت تستخدمي حلة ألمونيوم علشان خاطر المكونات بتاعتك ما تتحرقش او تتلسع في الاستانلس او في الجرانيت او في التيفال، لان الرز بلبن بيحب الالومنيوم وما بيرصبش قوي وما بيلزقش. معايا ظرف فانيليا، ويفضل ان هي تكون بودر بلاش سايله عشان ما تغيرش لون الرز بلبن. هنسيبه بقى بعد الخطوه دي يغلي بس غليوتين ونشيله من على النار. عندي وده برضو اختياري بس طعمه حلو، وتحطيه او ما تحطوش، دي حاجه ترجع لك. جوز هند مبشور،
بصراحة الخطوة دي بتفرق قوي 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 في طعم الرز بلبن، بتخلي طعمه حلو ومميز عن اللي انت بتشتريه من بره. خطواته سهلة وبسيطة. الأطباق دي متوفرة عند أي حد بتاع مستلزمات حلويات، أو عند العطار، أو عند حد بيبيع الفوم أو الحاجات دي. هنبدأ ان احنا نغرف في الأطباق بتاعتنا، وحاولي ان انتي ما تمليش الطبق قوي علشان احنا هندخله الفرن، فكده كده هيرتفع في الغليان وممكن يفور معاكي اللبن تاني، لان المكونات دي هتفك تاني وهتبدأ ان هي تعمل طبقة في الفرن. تمام كده. حاولي ان انت تظبطي الرصة بتاعتك والشكل. الاطباق بتاعتي هحاول ان انا انضفها من جميع الجوانب علشان ما فيش حاجة تلزق في الطبق من بره ويبقى شكلها مش مستحب، حتى لو انت مش هتقدميها لحد. دايما حاولي ان انت تظبطي الشكل حسب ما انت عايزاه، ويخليكي مهندمه كده وعندك ستايل في التقديم. الرز بتاعنا جوه الفرن بدأ ان هو يرتفع زي ما انتم شايفين. الشوايه بتاعتي هي اللي شغاله. الرز بتاعي طلع من الفرن، سبته حوالي ساعتين او 3 ساعات عما برد علشان يطلع معايا القوام اللي انتوا شايفينه واللون الحلو الجميل ده. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة، وكمان تحط لايك للفيديو بتاع النهاردة علشان يشوفوا اكبر عدد ممكن. عملت لك طبق او عملت طبق وحطيته في التلاجة من غير ما ادخله الفرن علشان تشوفوا الكرمشة بتاعة الرز بلبن اللي موجودة في المحلات. القوام بتاعه حلو ثابت، ما بي مش بيروح وبيجي، لا هو مظبوط بالظبط. كل حاجة مظبوطة فيه بالملي. ادي الطبق اللي كان في التلاجة والطبق اللي طالع من الفرن. ما شاء الله. اللهم بارك. طعمه مميز جدا، طريقته سهلة وبسيطة للناس اللي مش بينجح معاها الرز او مش بتعرف تعمل الكمية القليلة. الكمية دي ما شاء الله حلوة. ممكن تكفي 3 أفراد لو انت حابة تقدمي، أو 4 أفراد. لو انت جالك ضيف على غفلة ومش عارفة تعملي أي نوع حلويات. الرز بلبن دايما كلنا بنفضله من الأكلات الشتوية الحلوة اللي احنا دايما لما بنشوفها معروضة بره أو في المولات بنكون حابين ان احنا نجربها أو نجيبها. الرز بتاعنا كريمي رغم ان الوش بتاعه متحمر، بس كريمي بيطلع معاكي زي ما انت شايفة. واخد لبن كامل الدسم. السكر بتاعه مظبوط. محطوط عليه قشطة بلدي. كل الحاجات دي انت ممكن تعمليها في البيت بسهولة جدا. لو انت حابة ان انت تشيلي وش اللبن ممكن تغليه وتركنيه على جنب لحد اما الوش بتاعه يطلع. الوصفة بتاع النهاردة اتمنى ان هي تعجبكم، واكون ضيفة خفيفة لطيفة عليكم، وما كنش طولت عليكم في الفيديو بتاع النهاردة. التفاصيل الخاصة بالفيديو هتلاقيها في صندوق الوصف. مشاهدة ممتعة. دمتم سالمين وسلام.